عارف عارف لما تكون الدنيا ضيقة حواليك وتاخد قرار تمشي بعيد عن الناس وتروح لرب الناس. هم عملوا كده، سابوا المدينة وسابوا اللي بيحصل فيها ودخلوا الكهف. دخلوا الكهف بقلبهم مش بأجسامهم بس. ناموا ومرت أيام وسنين وهم تحت حفظ الله، كانوا في حضن الأمان ومحدش قدر يقرب لهم. وفجأة صحيوا ومحدش فيهم فاهم الوقت عدى ازاي، ومحدش عارف الوقت عدى قد ايه. واحد قال يمكن يوم والتاني قال يمكن نص يوم، لكن الحقيقة كانوا نايمين مئات السنين واللي حواليهم اتغير بالكامل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الراجل نزل المدينة شايل فلوس قديمة ورايح يشتري أكل، بس الدنيا مبقتش هي. الناس بتبصله باستغراب. الفلوس والعملة اللي في ايده اتغيرت والوجوه غريبة والكلام غريب. الراجل حس ان الزمن جري بس قلبه لسه واقف هناك عند اللحظة اللي اختار فيها ربنا على اي حاجة تانية. لحظة تأمل كده، اسأل نفسك، هو احنا بنعد الوقت ازاي؟ بالساعات ولا بالمواقف اللي غيرتنا؟ لما تغيب عن نفسك سنين وتصحى مرة واحدة تحس انك كنت نايم، تحس انك كنت ميت وانت عايش. هما ما عرفوش كم سنة عدت، بس كانوا عارفين حاجة واحدة، إن وعد ربنا حق. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. يعني ربنا خلى الناس تكتشفهم علشان الدنيا كلها تفهم إن وعد الله حق. يا رب لو أنا نايم عن نفسي صحيني بلطفك، ولو تايه رجعني ليك يا رب. لو مش شايف النور خلي قلبي هو اللي ينور. اجعلني أعد الوقت بقلبي مش بساعتي. أصحاب الكهف ما كانتش قصتهم نوم طويل، دي كانت قصتهم إنهم اختاروا ربهم، فربنا اختار لهم الأمان. مش مهم عدى وقت قد ايه، المهم لما تصحى تكون راجع للي خلقك مش للي خوفك. القصة دي مش حكاية قديمة، دي دعوة لكل واحد تايه إن الكهف مش دايم والصحوة جاية بإذن الله تعالى. رسالة مني لكل واحد تايه، لكل واحد خايف، لكل واحد حزين، إن الكهف مش نهاية، الكهف بداية للي يختار ربنا ويرجع له.